في حد ممكن بيمر بمواقف وتجارب كتير، فهو من كتر ما بيخزن ما بيطردش وما بيفرغش المشاعر دي بيسمح ان المشاعر دي بتهده، فبتكبره بدري، فبتتحفر في ملامحه اكتر من غيره، لان نقطة التسامح ما بتبقاش سهلة. هو مرتاحش، هو بيتظاهر ان هو مستقر وعادي. فكل تجربة شعورية بيتم في الحياة او موقف او ازمة او اي شيء متعب، لو الموضوع ده ما تمش علاجه من الجذور والتشافي منه، بيسيب أثره على الجسم وعلى الصحة وعلى الشكل. بالظبط، هي مش مرتاحة، بتدعي إنها مرتاحة وهي نفسها مش مدركة ده، أو حابسة نفسها في دور المظلومية باستمرار. فدي برضو درجة من درجات الألم. هو مش حاسس بالألم، لكن الجسم بيبقى حاسس بالألم، فبيبان في الجسم كويس قوي الآلام دي سببها ايه. علشان كده من العلاج المتقدم دلوقتي العلاج الشعوري، ازاي اخلي الجسم يقدر يتخلص من الآلام، وان الطاقة والمسار وطبيعة الجسم تمشي في مساراتها الطبيعي، الدورة الدموية وعملية الأيض، الهضم مبقاش في عسر هضم مثلا، الكتلة العضلية، زي الفايبروماليجيا. هو الفايبروماليجيا أساسه إيه؟ الناس غلبت واحتارت فيه لحد ما شخصوه وعرفوا إن الأعراض دي مش قريب، مش من زمان، إن الأوجاع والآلام دي مجرد تخزين. كل واحد بيبقى عنده جزء من المخاوف أو المشاعر أو الألم اللي مر بيه في حياته بيتخزن في جسمه. لو ما تشافاش وما تعافاش وقدر يواجه نفسه بكل المشاعر دي وسمح لها إنها تتحرر ريليز من جسمه وتخرج، بتتخزن، ومع الوقت بتعمل مشاكل، تصلب بقى، عقد بقى عضلية، آلام، سكر، فقرات، مشاكل كتير قوي. ودي من الحاجات اللي انا كنت برضو من الشغف اللي انا برضو بقالي فترة كبيرة جدا جدا بغوص وببحر جواه، وبربطها بالخريطة بعلم النفس الفلكي. فاهمني؟ دايما اللي عندهم طاقة مائية عالية بيبقى جسمهم عامل زي السفنجة، بيمتص ويخزن، ما بينساش. ما هو لو ما واجهش بالتدريج واحدة واحدة هيتحرر ازاي؟ طبعا، لان الألم والشعور بيهرب، بيروح يستخبى في حتة في الجسم. انت فاكر ايه؟ بيروح يستخبى، ده بجد حرفيا بيستخبى. الشعور بيهرب، بيستخبى في جزء معين في الجسم يتخزن فيه. والدليل، يعني هقولك على معلومة انت واللي قاعد معانا، مش عارفة مين قاعد معانا بس تمام، مش اي حد هيقولها، ان من بعض الحاجات اللي بيعملوها زي الكونداليني والريتريت والريكي، اللي هي بعض التمارين اللي هي جايه من الهند ودول شرق اسيا وليها علاقه بالديانات بتاعتهم، يعني او الفلسفات بتاعتهم والبوذيه والكلام ده كله. احنا المقابل عندنا هنا ايه؟ هل مثلا ان هم عندهم علاج واحنا لا؟ لا، احنا عندنا برضه. زي ايه بقى؟ مثلا التمارين المقاومه، العضلات، الحجامه، الريكفري. يعني ممكن تيجي تضغط على جسم حد اثناء جلسه علاج طبيعي عادي، علاج طبيعي او ريكفري، يعني اعاده تغطيه او صيانه للجسم، تبص تلاقيه انفجر من العياط، هو مش عارف فيه او صرخ. ليه؟ السبب ايه؟ ان في شعور متخزن هنا مستخبي في الحته دي، فلما ضغطت الشعور طلع. يعني انا مثلا لو جينا مثلا في جزئيه مثلا مريت بيها، في حد بيبقى عنده عقد عضليه كتير، في عنده تريجر وعنده عقد شعوريه كتير جدا في جسمه جدا، بتبقى مشكله جامده او متخزن من الجسم، هو متمسك بيها، هو مش عايزه ترحل، مش بيفتكر ده، بينفجر. انا جيت في فتره من الفترات كتجربه شخصيه بقى، مش بس كمان دراسه، قبل ما اوصل لمرحله الدراسه وقبل ما اعرف كل ده، من زمان جدا، من سنين طويله جدا جدا جدا، مفيش الحته دي، ولكن الجزئيه راحه لفين؟ يعني في حته بنت لذينه بجد، حته مش ممكن تيجي على بال حد، في دماغي في راسي. باخد مثلا ميزوثيرابي، كان جلسات تقويه للشعر وكده،
انا عادي، انا من النوع اللي عادي ممكن استحمل الالم لحد اقصى حد وتمام. تمام. لكن مجرد شكشكه خفيفه في قلب فروه الشعر، فروه الراس، لقيت نفسي بنهار. الله، ده ليه؟ انا مش عارفه ليه، يعني انا مش عارفه ليه. لما بعد ما اتعلمت ودرست وعرفت ودورت، بسبب ان كل المشاعر متخزنه في الدماغ فوق على راسي. فعشان كده مجرد شكشكه خفيفه فجرت المشاعر المستخبيه تحت الجلد فروه راسي. انهيار بجد، مش هزار. انت بقى يعني كنت بقعد ابكي بعديها، وانا مش كده، دي مش طبيعتي. فتره كله فوق الدماغ. ودي حاجه انا ما قلتهاش قبل كده. الدماغ ما بتبطلش، ما بتبطلش. فانت جيت بقى بالابر دي شكشكت في اماكن هي فيها كل حاجه متخزنه. الدماغ دي ما بتوقفش. فكان يعني مرتين على فكره. بعد كده خلاص بدأ العمليه تقل او الشعور تقل. ليه؟ حصل ريليز، حصل تحرير للمشاعر او للشعور ده او للتقل ده في الفتره دي، في الفتره المعينه دي. ضغط، مسؤوليه، تفكير باستمرار ما بيبطلش، فبدأ بقى يهدى. عكس حد تاني ممكن بتيجي تدوس على عضلة وبتاع انفجرت العميلة مثلا من العياط. عشان كده بقول ان الأنسجة ورياضة المقاومة والعضلات والريكفري والحجامة من أهم اللي ما يخطرش على بال حد. ففي كل ثقافة وفي كل مكان أدوات العلاج موجودة. محدش يجي يقول لي لا هو هناك لازم أروح ولكن بيتم استخدامها عن طريق الترويج ليها والتلميع للمصطلحات كويس قوي. هم حرين.